الوصفه اللي لازم عليكم تجربوها في السهره طارتولات تاع الشوكولا والكراميل والبنان. طارتولات بزاف عاليين، ننصحكم تجربوا هذه الوصفه، ما تنساوش تبارطاجوها وديروا جيم في الفيديو. اول حاجه راح نجيبوا علبه بسكوي ماكسون نديروها في الاشوار ونلحوها. تقدروا ديروا نفس العمليه في كيس بلاستيكي تضربوها بالحلال. نفرغوا البسكوي تاعنا في اناء، ومن بعد راح نجيب كاس تاع الزبده اللي تكون دايبه حوالي 200 غرام ونضيفوها ونخلطوا هذه المكونات مع بعض. وهنا لازم عليكم تحصلوا على هذه النتيجه. حكموا شويه تاع بسكوي في يديكم لازم يتفتت معكم بهذه الطريقه. نجيبوا مول تاع السيليكون الخاص بالكاطو تاع المهرز ونحطوا فيه البسكوي تاعنا ونحاولوا كيفاش نعدلوه حتى نتحصلوا على الشكل تاع طارتولات. نكملوا كامل الكميه بنفس الطريقه وندخلوا في الكونجيلاتور الوقت اللي نحضروا فيه الكراميل. الكراميل سهل مهل، نحطوا كاس تاع السكر على نار متوسطه حتى يتكرمل، نضيفوا لها مغرفه كبيره تاع الزبده ونحركوها مليح. وفي الاخر نضيفوا نص كاس تاع كريمه سائله راح نخلطوها جيدا لمده دقيقتين ونضيفوا رشه تاع ملح والكراميل تاعنا راه واجد. دروك راح نجيبوا حبه تاع بنان نقطعوها دوائر ونعاودوا نخرجوا المول تاعنا. بعد ما يكون برد البسكوي نحطوا البنان في الاسفل ونضيفوا عليه الكراميل. للطبقه تاع الكرناش راح نحتاجوا كاس الا ربع تاع كريمه سائله نحطوها تغلي على النار. نجيبوا شوكولاته تاع التاج، راح نحتاج 150 غرام شوكولاته تاع البندق و50 غرام شوكولاته سوداء، نقطعوها هكذا ونضيفوا عليها الكريمه اللي تكون ساخنه ونحركوا كل شيء مع بعض. بعد ما يبردوا القوالب تاعنا راح نديموا لهم بكل سهوله، وكما راكم تشوفوا هذا هو الشكل تاعهم. راح نعمروهم بالكرناش اللي كنا حضرناها، نزينهم بقطعه تاع الموز. هذه الوصفه ما تنساوش انكم تجربوها وتبارطاجوها.